السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى متابعين في الدنيا، أخباركم إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وهنا، وكل سنة وانتم طيبين انتم وكل حبايبكم. النهاردة بقى هنعمل شوية كده ايه منين بالعجوة أو قراقيش للفطار بقى. كنت قاعدة بقى زهقانة بالليل كده، قلت ايه عندي الدقيق والسمنة والحاجة، هقوم اعمل شوية قراقيش كده للفطار. هنعمله النهاردة بطريقة سهلة وزي بتاع الأفران وهيطلع أحلى كمان. اللي ما يعرفنيش، أنا اسمي إيمان ودي قناتي وبقدم فيديوهات هتعجبكم وهتفيدكم. ما تنسونوش بقى في اللايك والاشتراك ونسمي الله ونبدأ كده في الوصفة بتاعتنا الجميلة. أنا هخليكم تعملوا 3 كيلو قراقيش أو منين بالعجوة من كيلو دقيق. ازاي؟ تعال أقولك. نقول المقادير معانا: كيلو من الدقيق يكون منخول، معانا خميرة وفانيليا، باكو فانيليا، لو ما فيش فانيليا حطي ماء ورد او ريحة الكحك. كوباية من اللبن الدافي، كوباية الا ربع زيت على سمنة، ونكتر الزيت لو احنا عايزينها مقرمشة وناشفة معانا. ومعانا هنا ربع كوباية سمسم ومعلقتين سكر وربع معلقة ملح. دي المقادير اللي معانا وبسيطة وسهلة وما فيهاش حاجة مكلفة. اول حاجة هنعمل اختبار للخميرة. حطينا هنا معلقتين السكر وحطيت كوباية الا ربع اللبن وسبت الربع الباقي. تمام، بدل المية، بدل نحط الخميرة في المية وكده هندوبها في اللبن احسن. تمام، هتقولي لي قد ايه خميرة؟ هقولك معلقة كبيرة خميرة او الباكو حطي كله، وركناها على جنب علشان ايه تخمر. هنا بقى هنسيح او هنعجن العجوة اللي معانا بمعلقتين سمنة، او ممكن معلقتين سمنة بلدي او سمنة من العادية بتاعتنا، ورفعناهم على نار هادية وقعدنا نعجن بيهم بهراسة بطاطس او بشوكة او بمعلقة. نبدأ كده في العجينة بتاعتنا. جبنا الدقيق ويكون منخول كويس وحطينا عليه الفانيليا ورشة الملح والسمسم، ربع كوباية سمسم، وهنقلبه كويس كده مع بعض. لو انت مش حابة تحطي فانيليا حطي مية ورد، بتبقى حلوة قوي، او ريحة الكحك بالطعم السمنة البلدي هيديكي نتيجة احلى وطعم احلى. هنحط بقى السمنة، كوباية الا ربع سمنة على الزيت، وكترت الزيت شوية علشان عايزاها مقرمشة مش عايزاها طرية. احنا هنا بنعمل قراقيش مش بنعمل قراص بالعجوة. حطيت كمية السمنة اللي معانا، بس هحتاج سمنة تانية، هحط نص كوباية تانية. وانا بعجن كده السمنة في الدقيق هحس اللي هي محتاجة سمنة تانية، هضيف لها معلقتين كبار. نركن بقى المعلقة اللي احنا بنقلب بيها في جنب، ونعمل بايدينا كده نبس السمنة في قلب الدقيق وندخل السمنة في قلب الدقيق كده بالشكل ده. هنا بقى الخميرة كانت خمرت، هنفضيها عليها بالشكل ده. لحد دلوقتي ولا حطينا ميه ولا حطينا لبن زياده، مفيش الا ربع كوبايه اللبن دي هنحطها وهنفضل نعجن فيه. تمام، بالشكل ده هنفضل بقى نعجن ايه في الدقيق. بعد لما ضفنا له كل المكونات دي، اللبن والملح، رشه الملح والفانيليا والسمسم والسمنه، وحطينا معلقتين كبار سمنه اهو زياده، يعني كده كوبايه زيت على سمنه. ممكن كوبايه الا ربع سمنه والربع التاني زيت، تبقى كده المكونات مظبوطه معانا. وهنفضل نبس لحد لما نيجي نعملها بايدينا كده تبقى ايه العجينه ماسكه كده نفسها. جبت هنا نص كوبايه ميه بعد كل المكونات اللي احنا حطيناها على الدقيق دي. جبنا نص كوبايه ميه وهحطها كلها، بس هحط ربع بربع، حطيت ربع يعني شويه بشويه. انا كنت هنا بفصل الكاميرا وبعجن على الارض علشان الترابيزه مش عاليه عليا وكده مش عارفه املكها. هنا كنت حطيت نص الكوبايه كلها وكده خلاص، عجنتها كويس جدا وهسيبها تخمر بقى. سبتها تخمر في قلب الفرن وقفلت عليها ودفيتها كده كويس. هي كده بعد لما خمرت ارتفعت معانا، قعدت معانا ساعه الا ربع ساعه كده، علشان احنا في الجو البارد ده في الشتاء بنحتاج العجينة بتحتاج وقت اطول لما تخمر. هنا بقى العجوة بتاعتنا سيحناها بمعلقتين سمنة كده، او معلقتين سمنة بلدي او سمنة من العادية، وجبنا كيس نايلون اللي هو الكيس بتاع الخزين ده وقطعته وبالشكل ده. وهفرد العجينة بقى اللهم صل على النبي. العجوة بتاعتنا عايزاها تبقى سمكها رقيق جدا بالشكل ده. شوفوا عملتها ازاي، شوفوا سمكها بالشكل ده. فردتها بالفرادة وهبدأ بقى ايه اقطع العجينة بتاعتي نصين، او هاخد كرة كده على قد اللي انا هستخدمها.
العجينة هتكون ماسكة نفسها كده مش طرية، علشان القراقيش هتطلع معانا ناشفة ومقرمشة مش طرية. جبت العجينة معانا وفردناها بالشكل ده، شكل مربع. ودي بقى العجينة اللي مش عارفة مصممة اللي هي عجينة ليه. العجوة بتاعتنا هقطعها بقى ايه على حسب اللي انا هستعملها في العجينة بتاعتي. تمام، هعملها رول كده وهبرمها على قد العجينة بتاعتي. العجينة تكون بالشكل ده، بالشكل المستطيل ده، وهلفها بالشكل ده، وهلم العجينة دي واحطها في جنب عشان هستخدمها بعدين. تمام، ركزوا معايا في الخطوات وهتطلع معاكم اشكال حلوه قوي. هنعمل اشكال زي بتاع الافران وهتطلع حلوه قوي. وكمان مكة فرحت هي والسيد جوزي، فرحهم قوي بالقراقيش دي. عملناها بالشكل ده، فضلنا بقى نبرم فيها لحد السمك اللي احنا عايزينه بالشكل ده. وطلعت معانا بقى منين بالعجوه طويل اهو، ونسويها كده علشان تطلع متساويه معانا بالشكل ده. ودي الجزء التاني اللي احنا قطعناه، نبرمه كده كويس لحد لما السمك يطلع رفيع. بعد كده انا رفعت الحجم اللي انا كنت بعمله الاول، كان حلو، بس بعد لما بيخمر بيتخن معانا. كنت بقول يا ريتني رفعتها اكتر من كده، بس بعد كده انا رفعتها علشان بعد لما بيخمر الحجم بيتضاعف. تمام، بشوية لبن مفهومش اي حاجة. وتعملي الوش كده بلبن، لو حابة بيض ماشي، لو حابة نسكافيه بشوية مية تمام. بس انا بقى حبيت بلبن علشان ايه، انا ما بحبش البيض، ما بحبوش على المعجنات، بحس اللي هي بتخليها زفرة. بعد كده انا فردت بقى عجينة تانية بالشكل ده، مربعة برضو او مستطيلة، وفردت العجوة على قد العجينة وهنلفها رول مع بعضها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الشكل الاولاني انا كنت بعمل العجوة طويلة رول، وبحطها بحشيها في قلب العجينة دي. احنا لفيناها مع بعضها، سويناها على قد بعضها ولفيناها مع بعضها، وهتطلع معانا بالشكل ده. الشكل ده جميل كده، منين صغير كده بالعجوة ملفوف بالشكل ده، شكله جميل قوي. هنعمل بقى صينية بالشكل ده، وعملت صينية بالشكل التاني اللي هو الطويل، وسبتها تخمر علشان هسخن الفرن شوية. مش هنسخنه من قبلها بكتير، لا هنسخنه قبلها بشوية كده 5 دقايق، وهنحط الصينية تستوي مع السخونية بتاع الفرن، وهو لسه في الاول كده بيبتدي يسخن. هنا بقى عملت بقى ايه، كملت الصينية دي بالشكل الرول ده ما شاء الله، شكله حلو قوي. وسبتها بقى تخمر، بنسيبها تخمر الاول وبعدين بندهنه باللبن، وبعدين ايه بنعمله نغرقه كده في السمسم او بنرش عليه سمسم بالطريقه اللي انتم بتحبوها. دي اول صينيه طلعت معانا بالشكل ده، شكله حلو قوي. اللون بتاعه حلو، اللون بتاعه من اول من فوق كده حلو. ده الارضيه بتاعته اتلسعت شويه علشان المكنه كانت لعبت في البوتاجاز، بس ده اخدنا بالنا بقى ايه، وبعتها وطلعتها من المطبخ اصلا خالص. ودي بقيه القراقيش فاضيه، عملت قراقيش فاضيه كده علشان جنب كوبايه شاي، كوبايه لبن بشاي، او انا بحب القراقيش دي باليانسون والبقسماط، بحبه باليانسون، ما بحبش الشاي اصلا. الكميه دي لو وزناها هتطلع 3 كيلو. من كيلو دقيق عملنا 3 كيلو قراقيش، او منين بالعجوه او قراقيش ساده. بتاع الافران الربع كيلو ب20 جنيه. ليه؟ طب ما انا جبت ب20 جنيه دقيق كيلو، وعملت 3 كيلو قراقيش للفطار مع كوبايه شاي كده، او كوبايه شاي بالليل كده لجوع اخر الليل. وعبيتهم كده في علب. تمام، دي علبه دي مليانه، هفضيها في علبه تانية كبيره. والمنين الصغير ده حطيته في علبة مدورة بالشكل ده. يا رب يكون بقى الوصفة بتاعت النهاردة عجبتكم، والقراقيش بتاعتنا طريقتها سهلة عليكم، وتعملوها وبألف هنا وتجربوها وتقولوا لي رأيكم. وما تنسوش بقى في اللايك، ولو مش مشتركين في القناة تشتركوا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.